طيب في درسنا لهذا اليوم سنتعلم أو سنتعرف على الواجهات الأساسية الموجودة بداخل كالي لينكس. لاحظ معي بالشكل التالي. عند الأيقونة الموجودة على الركن في اليسار بهذا الشكل، بمجرد أن تقوم بالضغط عليها سوف يقوم باستعراض كافة الأدوات وكافة التولز الموجودة بداخل كالي لينكس، كلها مجموعة من الأدوات مصنفة كل جزئية بحسب الاختصاص الموجه لها. مثلا جمع المعلومات information gathering، vulnerabilities analysis تحليل نقاط الضعف أو الخطأ، الويب ابلكيشن اناليسيس، مثلا database assessment قواعد البيانات، باسوردز اتاك التي تعمل على كسر التشفيرات الخاصة بالباسوردات، الوايرلس اتاكس، reverse engineering هندسة عكسية، أيضا exploitation tools بهذا الشكل، أدوات خاصة بالاستغلال. كلها هذه الآن عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الأدوات سوف نتطرق لها بإذن الله تعالى مستقبلا. طيب هذا الآن مجموعة جدا أو مجموعة كبيرة لا بأس بها من الأدوات الخاصة بالكالي لينكس. بالإمكان أيضا إضافة أدوات أخرى مزيد إلى داخل السيستم الخاص بك. لاحظ من أيضا هذا الزر بهذا الشكل، بمجرد أن تقوم مثلا بفتح أي إطار بالإطارات وعند الضغط على أي زر من هذا الأيقونة بهذا الشكل سوف تعمل على تصغير كافة الواجهات والأوامر. طيب لاحظ عندي أيضا بهذا الشكل عندي هذا المجلد يقوم بعمل استعراض لكافة المجلدات الخاصة أو المسار الخاص باليوزر الذي يدعى كالي بهذا الشكل، وهذه المجلدات أيضا التابعة له بهذه الطريقة. أيضا لدينا الإيديت أو التكست إديتور، عبارة عن محرر نصي بهذا الشكل بالإمكان أيضا استخدام. وهنا أيضا لدينا الفايرفوكس بهذا الشكل، عبارة عن متصفح تستطيع أن تقوم باستخدام المتصفح لعرض المواقع الإلكترونية أو لتصفح المواقع المطلوبة. طيب في الجزئية المهمة لدينا يا شباب والتي تعتبر أساسية جدا ومحورية في مواضيع الكالي لينكس أيضا، هو موضوع وجود أيضا التيرمينال. هذا التيرمينال عبارة عن موجه أوامر. بمجرد أن تقوم بالضغط، هذا طبعا المتصفح الخاص بنا بهذا الشكل، ونعود لموضوع فقط التيرمينال. هذا التيرمينال بهذه الطريقة، هذا التيرمينال يعتبر الموجه الأساسي أو كتابة الأوامر بشكل أو طباعة يدوية في هذا المكان لتنفيذ مجموعة من الأوامر على الكالي لينكس، وهذا سوف يصبح الجزء المحوري في جميع دوراتنا بإذن الله تعالى. هذا التيرمينال بهذا الشكل، بالإمكان التحكم مثلا بالتيرمينال يا شباب وإضافة خصائص أخرى مثلا مثل التحكم بحجم السايز أو الخط مثلا بهذا الشكل بهذا الطريقة، مثلا نجعلها 25 بهذا الشكل، سوي أوكي. لاحظ بهذا الطريقة. أيضا لدي إيديت مثلا بإمكان سوي زوم إن، سوي نسخ، أيضا لصق، أكشنز مجموعة من الأحداث، وأيضا لدي الفايل بهذا الشكل في حال أردت فتح تيرمينال جديد أو تاب جديد بهذه الطريقة. سوف نتطرق بشكل أوسع لمواضيع التيرمينال بإذن الله تعالى. أيضا لدينا في هذه الجزئية، لاحظ هذا الآن كرت الشبكة المتصل الآن حاليا والذي يدعى وايرد كونكشن بهذا الشكل. بمجرد أن تقوم بالضغط كليك يسار بهذا الشكل بالفارة سوف تقوم بالدخول إلى الإعدادات الخاصة عند أو تحرير اتصالك الإيديت كونكشن بهذا الشكل. لاحظ معي سوف تظهر لك الإعدادات الخاصة بك، بالإمكان التحكم بالإعدادات الخاصة بالاتصال حاليا الذي تقوم أنت بالاتصال فيه بهذا الشكل. أيضا لدي الصوت والخاص أيضا بالمايك بهذا الشكل التحكم فيه، ولدي هذا الجرس الذي عبارة عن إشعارات أو نوتيفيكيشن تتم داخل السيستم كالي، وأيضا الشحن وأيضا الساعة بهذا الشكل. وعندي أيضا الزر الباور بهذا الشكل، بإمكان تسجيل الخروج أو عمل شت داون أو ريستارت أو عمل هايبر نايت أو سويتش يوزر أو سسبند بهذه الطريقة. أيضا لدي الزر هذا الذي عبارة عن لوج أوت، اختصار بمجرد أن تقوم بالضغط عليه يقوم بعمل تسجيل الخروج من داخل كالي لينكس. أيضا لو تلاحظ مثلا عندي هذا الشكل، هذا سطح المكتب، بمجرد أن أقوم بالضغط عليه والدخول إلى Applications عندي Settings الإعدادات، وهذه كل الإعدادات مصنفة بهذا الشكل موجودة عندي بداخل السيستم كالي لينكس، وهذه مجموعة الأدوات أيضا بهذا الشكل. طيب في الإمكان أيضا دخول إلى ديسكتوب سيتنجز بهذه الطريقة والتغيير الإعدادات أو الباك جراوند أو الخلفيات، أيضا المنيو والتحكم بها والأيقونات الموجودة عندي بهذا الشكل والتحكم بالسايز الخاص بها بهذه الطريقة. طيب أنا بحاول الدخول مثلا في السيتنجز في الإعدادات والدخول مثلا إلى الكيبورد بهذه الطريقة،
وعمل مثلا ابلكيشن شورت كات او في اللاي اوت، واقوم بتنزيل، لاحظ يو سيستم ديفولتس، اقوم بتوقيف هذه الاعدادات واضافه اللغه العربيه مثلا بهذا الشكل، واسوي اوكي. تم اضافه اللغه العربيه. طيب سوف اقوم ايضا باضافه الشورت كات او الزر الخاص بتغيير اللغه بهذا الشكل، واختيار مثلا الت وشيفت بهذه الطريقه، واسوي كلوز. جميل جدا، تم اضافه اللغه العربيه. طيب نتاكد هل فعلا تم اضافه اللغه العربيه ام لا بهذا الشكل. مثلا جوجل، اقوم بالدخول الى جوجل بهذه الطريقه، google.com. لاحظ مثلا اقوم بكتابه مرحبا بك بهذا الشكل، ولو حبيت اكتب لغه عربيه لغه انجليزيه سوف يصبح معايا بالشكل التالي. اذا تم تنزيل اللغه العربيه بنجاح. طيب بالنسبه للتراج عباره عن سله المهملات، وهذا الفايل سيستم ايضا الذي سوف نتطرق له باذن الله تعالى، وتعريف ما هي مجلدات وما هي عمل وطبيعه هذه الملفات الخاصه بسيستم كالي لينكس. وهذا الهوم الذي هو عباره عن المسار او المجلد الاساسي والرئيسي الخاص بالمستخدم الذي يدعى كالي، ويحوي هذه المجلدات الافتراضية. إذا هذه نظرة بسيطة حول مواضيع أو حول الجي او اي، الجرافيكال يوزر انترفيس، أو الواجهة الرئيسية الخاصة بكالي لينكس. إلى هنا انتهينا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.